السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجبنة الكريمي. لو ولادك ما بيحبوش الجبنة القريش زيي حولها لهم لجبنة كريمي هيعشقوها. طبعا احلى وانضف واوفر بكتير من بتجيبيها جاهزة من بره، بدون مواد حافظة، بدون الوان صناعية، بدون زيوت مهدرجة. هتنفعك ايام المدارس في السندوتشات. حاجة كده نظيفة عاملاها في بيتك، ده حاجة كده تحفة، انت تاكليها وانت مغمضة عينيكي. يلا نسمي الله ونشوف الجبنة الكريمي الجميلة دي هنعملها ازاي. لو اول مرة تشوفيني انا اميرة كرم، شرفيني بالاشتراك في القناة وما تنسينيش في لايك ومشاركة للفيديو. انا جبت نص كيلو من الجبنة القريش اللي هي الجبنة الفلاحي، 500 جرام. ابتديت اللي انا احطها في الكبة. طبعا انت ممكن تجيبي الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تجيبي نص كيلو، تجيبي ربع كيلو، ما تكتريش على النص كيلو من الجبنة، لان احنا طبعا مش حاطين لها اي مواد حافظة. فلما تعملي كمية صغيرة وتاكليها طازة اول باول تحسي بطعمها احسن. هتحط لها حوالي كده 3 معالق كبار من الزبده. هاتي زبده ريحتها حلوه وطعمها حلو عشان تديكي طعم حلو للجبنه بتاعتك. وزعت كده الجبنه بتاعتي جوه الكبه، وابتديت ان انا اقطع الزبده برده حتت كده صغيره عشان تضرب معايا بسهوله. هنضيف عليها ربع معلقه صغيره من الملح. لو الجبنه بتاعتك تحس ان هي مالحه شويه ما تحطلهاش ولا ملح ولا حاجه. لو حسيت ان طعم الجبنه بتاعتك اصلا جايباها مالحه ما تحطلهاش اي نقطه ملح. هنضربها على الاقل لمده دقيقتين 3 دقايق. كل ما هتضربيها كل ما هتنعم معاكي وتديكي طعم الجبنه الكريمي الجميله الجاهزه اللي انت بتحبيها. ضربتها كويس جدا، بعدين فتحت الكبه ونزلت الجوانب بتاعه الجبنه بتاعتي اللي على الجوانب، طبعا ما ضربتش كويس. ورجعت ضربتها تاني، قولي لمده دقيقه كمان، نعمت معايا اكتر. زي ما قلت لك كل ما تضربيها اكتر كل ما هتنعم معاكي وتديكي الجبنه الكريمي اللي انت بتحبيها. طعم الزبده مع الجبنه ديت بجد تحفه. ممكن برضو تعمليها بالزيت النباتي، يكون زيت نضيف وفاتح وريحته حلوه عشان تديكي برضو طعم حلو ان شاء الله للجبنه بتاعتك. يعني لا تستعملي الزبده او تستعملي الزيت. الزيت بتخليها طعمها برضو كريمي وحلوه جدا معاكي، والزبده بتديكي طعم الجبنه الكيري، الجبنه الكريميه اللي هي مصفره شويه ديت، بتبقى بجد طعمها تحفه. كان اولادي ما بيحبوهاش، عملت لهم بالطريقه ديت بقوا من دلوقتي بيعشقوها. تاكليها بقى في الفطار، تاكليها في العشاء مع كوبايه نسكافيه، مع كوبايه الشاي، بجد حاجه كده وهم. وحاجه نظيفه عاملاها في بيتك وعلى ايديكي. طعم الزبده مع الجبنه ديت بجد تحفه. مضمونه وعارفه ان الجبنه معموله من اللبن ازاي، وضامنه النظافه بتاعتها، مش محطوط عليها اي اضافات من بره، من غير الوان صناعيه، من غير مواد حافظه، بدون زيوت مهدرجه. حاجه كده تاكليها وانت مغمضه عينيكي. تعمليها ان شاء الله وتاكلوها بالهنا والشفا. خلاص خلص معانا الفيديو كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسي لي لايك واعملي لي مشاركه للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.